اليوم السيد معالي وزير الدفاع المحترم اللي هو العراقي ابن العراق اليوم وقف وقفة كشف الفاسدين من بعض الكتل. اليوم احنا نريد كل الوزراء اللي عندهم واحد يساومهم نريده مثل الدكتور خالد، نريد وقفه واحده. اليوم العراق اليوم نريدنا نجتمع، نريد العراق بالخير، العراق بالنشامه، العراق بالموده وبالمحبه. احنا اليوم ما نخاف بعد كافي. احنا اليوم احنا جارين بوزير دفاع احنا كان 40% ساقطه مهني، اليوم بقى 10% من داعش. اليوم داعش انتهى بالعراق ان شاء الله بفضل الله وفضل الطيبين وفضل كل الناس الخيرين، مو بس هذا الحشد والناس الشرطه الوطنيه والدفاع، كل العراقيين كل من وجهته وجه سلاحه الى داعش هذا حيكتب التاريخ، وان شاء الله التاريخ يكتب كل عراق شريف. انت وطني واكاديمي وشجاع وبطل اللي يحمي الناس مو بالعبيديه، لكن انت الك اساس بالعبيديه ورفعت راس. خالد من الشمال للجنوب كلها تحت رايتك، لان انت ابن العراق، انت اللي حميت الناس وانت ضربت داعش، انت من الابطال الاكاديميين وانت اليوم رفعت الراس. انها لوقفة وطنية لمساندة المقاتل البطل الشجاع خالد العبيدي وزير الدفاع في فضحه وكشفه لفساد المفسدين وحيتان الفساد الذين أرادوا أن يتسلطوا على المؤسسة العسكرية وينهبوا ثرواتها وإمكانياتها، لكنه كان فعلا بطلا شجاعا مقاتلا مثل ما كان في جبهات القتال متصديا لداعش والإرهاب، كان بطلا متصديا للفاسدين والمفسدين وفضحهم وكشف زيفهم واختلاساتهم وسرقاتهم وضغوطاتهم التي مارسوها عليه وحاولوا أن يبتزوه ويبتزوا المؤسسة العسكرية. كلنا سند لك يا خالد العبيدي. شدينا حزام الأحزاب، 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 شدينا